كملت قراية الأوراق حضنتها جامد. كانت زي حزمة من الأعصاب والألم، مش أوراق. دي نادية، ودي قصتها اللي كانت مستخبية جوه عينيها. حضنتها زي ما احضن جريح علشان أهديه وأخفف من ألامه. وعرفت إيه سبب انجذابنا لبعض إحنا الاتنين. ضاعت مننا حياتنا وبندور عليها ومش لاقينا. كل كلمة قريتها أكدت لي إن هو ده الرابط الغريب اللي بيجمعنا سوا. هي ما تعرفنيش، لكنها كانت مطمنالي وسلمتني مفاتيح عالمها الخاص علشان أدخل فيه. ممكن تكون عرفتني من عينيا وحست إن الضياع اللي بيحيط بيا زي الضياع اللي بيحيط بيها. نادية، حاسس دلوقتي إنها قريبة مني أوي، جوايا جنبي، بحبها بنفس اليأس اللي بتكره بيه جوزها. نادية، نادية. ما قدرتش أصبر، لقيت نفسي برن عليها التليفون. نادية، أنا لازم أشوفك حالا. طيب يا حلمي. وخرجنا سوا وركبنا العربية. انت قريت الأوراق كلها؟ وعشت فيها كلمة كلمة. ويا ترى هتعرف تلاقي لي حل؟ لا، أنا مش لاقي حل، لا ليكي ولا لنفسي. ولا لنفسك؟ وانت دخلك ايه في الموضوع ده؟ طب انت اديتيني الأوراق دي علشان أقراها ليه؟ ممكن أعرف؟ معرفش، لكن دايما كنت بحس انك مش غريب عني. كنت حاسة انك وحيد زيي. مش غريبة ان الراجل يشعر بالوحدة، والدنيا كلها دنيا الراجل. انتوا تقدروا تعملوا كل حاجة. وإيه فايدة إننا نعمل كل حاجة بس ما نقدرش نعمل الحاجة اللي بتحبها نفسنا؟ ونفسك بتحب ايه؟ أنا نفسي أعيش. أنا عايز أحب وأتجوز وأخلف ولد. وانت ما شعرتش لحد دلوقتي انك اتجوزت وخلفت ولد؟ أنا بشتغل وظيفة زوج وأب، بس أنا مش متجوز ولا أب. بس انتوا يا رجالة تقدروا تغيروا وظايفكم احيانا، وكمان انتوا قادرين على الطلاق والجواز مرة تانية. للأسف ما عنديش القوة ولا القسوة إن أعمل كده. أنا أضعف من إن أغير حياتي، وأقوى من إن أقبلها. معقولة؟ معقولة يا حلمي انت بتتكلم زيي؟ انت الراجل، مين يصدق ده؟ وبالرغم من كل ده انت محدش اجبرك على الحياة دي. يعني محدش جوزك بالعافية؟ أنا ما اتجوزتش بالعافية، لكني اتجوزت من غير ما أحس. طيب وايه ذنب مراتك؟ وايه ذنب ابنك الصغير؟ محدش له ذنب، أنا مش بشكي. شوف ازاي انا بلومك وانا غرقانة في الذنب، مش عارفة اقول ايه ولا اعمل ايه ولا ايه الحل. الحلم هو الحل. الحل هو إننا نحلم. أنا شخصيا بدور عن حلم أنشغل بيه وأتوه فيه، لكني دايما أكون صاحي وأنا بحلم، والصحيان ده بيعذبني. بس انت راجل وتقدر تفرغ همومك في العمل. عملي زي مراتي، غريب عني، ما بحبوش
أنا أملى وقتي بشغلي، لكن مش عارف أملى نفسي. الفراغ كبير جوايا. أنا بحس إني عاطل تماما، بحس بالملل اللي يقتلني. انت بتعذب نفسك من غير داعي. عارفة يا نادية، أنا عايز أشعر بالحماس، أنا عايز أتحمس لشيء، حتى لو يوصل إني أرتكب جريمة قتل. أنا أحيانا بحسد المجرم لأنه ارتكب جريمته بغل. أنا عايز أشعر شعور الغل قصاد أي حاجة. حلمي، انت ما حبيتش قبل كده؟ ساعات أحاول أقنع نفسي إن أحب دي ولا دي، بس ما أقدرش أستمر في الكذب على نفسي. اكيد كانت بتكون مغامرات مسلية. في البداية بس بتكون مسلية، لكن في الآخر ممكن تكون مميتة. لما أحس إن بالرغم من كل ده فقدت القدرة على السعادة للأبد. انت بتبالغ اكيد يا حلمي، انت بتبالغ كتير. الحياة فيها لحظات سعيدة بالرغم من كل ده. أنا أحيانا بلاقي السعادة في أشياء صغيرة جدا، زي مثلا لما ببص في عيون ابني. استمرت بالحديث وهي بتحاول تقنعني إن الدنيا فيها أشياء جميلة. أنا كنت بحب أسمعها وهي بتتكلم، كنت بحس براحة كبيرة لأني أخيرا لقيت إنسان أسمعه وآمن معاه واسخط على الحياة معاه. أنا معرفش هو ده كان حب ولا كان أنانية مننا احنا الاتنين. كل واحد لقى نفسه في التاني، مش عارف. وبدأت أتكلم وأتكلم وأتكلم، ما كنتش عايز أوقف على الكلام. كنت حاسس إن الوقت قصير قوي وإن في حاجات كتيرة ما قلتهاش.